الرحمن الرحيم. تحية طيبة نابعة من القلب لحضراتكم مع إحدى مباريات الجولة قبل الأخيرة للتصفية النهائية لدوري منطقة القاهرة مواليد 2004 السوبر، حيث يستضيف شباب المعادي نادي القرن في مباراة الأسبوع اللي فات. شباب المعادي قدموا هدية للنادي الأهلي بالتعادل على الملعب ده مع إنبي بهدف لمثلي. هل النهارده الهدية تبقى لملوك البترول؟ هنشوف المباراة هتسفر عن ايه. محمد أسامة ميدو الكابيتانو تيتو ياخد الكورة، انما في عرقلة لمحمد أسامة، تبقى ضربة حرة للنادي الأهلي من ناحية اليمين. أحمد عماد على التنفيذ. والله الأهلي بادي يمكن خد درس من لقاء شباب المعادي وإنبي. أحمد عماد تصل لأسري سهلة، يمسك أسري ويلعب إيده رجل. بعرور التماس لمصلحة الأهلي، كان معاه بجاد عادل. عبد الرحمن لأحمد عماد سريعة. بعرور تيتو يلعب الأمامية. عمرو بكير اللي بيبتدي النهارده عشان يبقى الاتنين التوأم في الملعب، اسلام وعمرو بكير. تماس لمصلحة الأهلي طبعا هيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. الأهلي على القمة مناصفة مع الشرطة، كل برصيد 7 نقاط. الأهلي تعادل في أول مباراة مع إنبي 1-1، فاز في المباراة الثانية على وادي دجلة 4-2، وفاز في المباراة الماضية على الضرب الأحمر بنسبة أهداف نظيفة 6-0. شباب المعادي قبله حظ عسر، خسر أول مباراة من وادي دجلة 3-4. المباراة الثانية خسر من الشرطة 2-3، والمباراة الماضية تعادل مع إنبي 1-1. أول مباراتين كانوا خارج الديار. كابتن محمود يوسف المدير الفني لشباب المعادي، وكابتن محمد سعد المدير الفني للأهلي. طبعا تاريخ كابتن محمد سعد لاعب الأهلي في الثمانينات. برافو تيتو يشتت براسه. يا سلام يا مازن، امتص الكرة كويس ولعب. ترجع لجو يوسف، انما ميدو نبيل. تعدي لأحمد عماد، انما تيتو ينظف المنطقة ويلعبها لعمرو، انما بجاد يرجع لزياد. زياد يهوش بس فيها خطورة يا زياد. ميدو يلعب لأحمد عماد لميدو، هات وخد. ميدو هداف الأهلي، ميدو يسدد، انما تمر بجوار القائم الأيمن لأسري حارس مرمى شباب المعادي. شباب المعادي كان في المجموعة الثانية مش في مجموعة الأهلي، صعد من مجموعة الأهلي والشرطة والضرب الأحمر بدلا من المقاولون العرب. رمي التماس
ميدو نبيل لميدو أسامة. ميدو نبيل، تغييرة ملعب حلوة قوي قوي ناحية اليمين. تيتو، برافو يا جو، حطها حلوة قوي لعمرو بكير اللي طلع محمد نادي. وفي الأخير تبقى رمي التماس، رمي التماس لشباب المعادي من ناحية الشمال. طبعا بتبقى احتفالية، يمكن ضحية المعادي كلها ان النادي الاهلي بتاريخه وعراقته متواجد في مركز شباب المعادي. ريح اللي وراك ده، هي من بره. محمد نادي يلعب العرضية، هي جو يسدد انما تصل سهلة لإيد زياد معلش اللي ابتدى ناحية الشمال عند رأفت خليل. ميدو نبيل، ميدو يرد تيتو براسه، انما اسلام بكير. ميدو، بص ميدو مهندس نص الملعب، لازم يبصم على كل كورة. طبعا كان في حوالي 7 لعيبة. سلامات الاول عمرو بكير. كان في حوالي 7 لعيبة من لعيبة الاهلي كانوا مع منتخب القاهرة 2004 الموسم الماضي، اصحاب البرونزية في بطولة عواصم العالم باليابان. زياد يطلع يمسك كورته، يبتدي ناحية اليمين الأمامية. برافو محمد خالد. أحمد عماد يطلع بيها، تبقى رمي التماس للشباب المعادي. عمرو يخبطها في رأفت خليل وياخد رمي التماس. رمي التماس من ناحية الشمال وبتتلعب داخل منطقة الجزاء. محمد نادي، انما ميدو نبيل يرجع ويقوم بالدور الدفاعي. محمد نادي والله بصباع رجله الصغير كده، انما خارج الملعب تبقى ركلة مرمى للنادي الاهلي. زياد هيلعبها من مرة واحدة أمامية. الأهلي يمني نفسه يكسب النهاردة، والمباراة القادمة المباراة الختامية أمام الشرطة. الشرطة عندها النهاردة ماتش صعب قوي قدام إنبي. الشرطة 7 نقاط وإنبي 5. واللقاء الثالث وادي دجلة والضرب الأحمر. رأفت تخبط وتطلع ضربة ركنية للنادي الأهلي من ناحية اليمين. أحمد عماد على التنفيذ. أحمد عماد لعبت طبعا مش كويسة، انما رجع عبد الرحمن يا ولد يا أسري بالبوكس. تماس لمصلحة الأهلي على عاطف. لعبت التماس، عدت من الجميع. عبد الرحمن جوه المنطقة. محمد نادي يحولها لتماس. لعبت لميدو أسامة، هات وخد تماس مرة تانية. ميدو أسامة لعب العرضية، انما تيتو
يشتت لجو. جو مازن لعبها حلوه قوي لعمرو، انما رأفت خليل بالبوكس يطلع أسري ويشتت الكوره. ميدو أسامة، انما مازن من قدامه تسقيطه كده يطلع يمسك أسري. تسقط. ميدو نبيل فكر يسدد، انما خارج الملعب. ركلة مرمى. ركلة مرمى اتلعبت قدام، انما تتشتت. خلاص يلا. ضربة ركنية. ضربة ركنية لشباب المعادي من ناحية اليمين. اترفعت والله حلوة، تعدي تبقى ركلة مرمى. يمكن محمد نادي كان يقدر يوقفها، بس هو اعتمد ان هي لصالح شباب المعادي. زياد إيهاب على تنفيذ ركلة المرمى. برافو يا جو. تماس للنادي الأهلي. زياد أسامة. زياد أسامة على التنفيذ. ميدو أسامة، إنما تيتو يحولها لرمي التماس. زياد أسامة لعب لأحمد عماد اللي قلبها لعبد الرحمن ممدوح، إنما يا سلام يا محمد يا خالد. زياد أسامة التماس لشباب المعادي زي ما الحكم المساعد شاور. محمد نادي لعب لعمرو، يا ولد يا ميدو، انما معاه يوسف. وحلوة قوي احمد عماد على المغمض ببطن رجله، انما يطلع أسري يمسك الكرة وتقلش، تبقى رمي التماس. ميدو نبيل. ميدو حط لابو الخير. زياد أسامة، برافو قوي. محمد خالد. اسلام، انما مصطفى ابو الخير براسه يحولها لتماس. رمي التماس محمد نادي. زياد تلمس راسه ويشترك يوسف خليل. برافو عاطف. عطية هيحضن عليها وياخد رمي التماس. عاطف على التنفيذ. التماس للأهلي. رأفت خليل. برافو يا يوسف. ميدو نبيل وميدو أسامة، هات وخد. برافو يا نادي. أبو الخير يفتح ناحية اليمين عند زياد أسامة اللي حط لأحمد عماد، ولد يا نادي. إنما محمد نادي يقطع ويلعب الأمامية.
يوسف خليل، ميدو لميدو نبيل لعبد الرحمن ممدوح، جو حطها البعرور، انما طلع زياد ايهاب وقام بدور الليبرو وحولها لرمي التماس. عاطف ادى البعرور، انما رأفت خليل يحولها لتماس مرة تانية. بعرور محمد أسامة، هجمة مرتدة. علي أيمن عدى ولعب العرضية. محمد نادي يشتتها قدام عند عمرو أبو الخير. مصطفى أبو الخير حط لبجاد. زياد أسامة لمحمد أسامة. زياد، هل هيلحق أحمد عماد؟ لحق ولعب العرضية، إنما خارج الملعب. تبقى ركلة مرمى لشباب المعادي. والله الفريقين المباراة فيها ندية كبيرة. لاعبي الأهلي يمكن عايزين يلعبوا الكرة على الأرض اللي هي التمريرات البسيطة، بس طبعا الملعب وجهة نظري مش مديهم الفرصة دي إن هم يعملوا كده. وشباب المعادي بيلعبوا على المرتدة السريعة، يعني الكرة دايما بتتلعب عند عمرو بكير. عمرو أبو الخير. عمرو أبو الخير يقطع ويحط لميدو نبيل. ميدو يوسف. ميدو يحط لرأفت خليل اللي يرجع يدي لميدو تاني. ميدو يغير ملعب هنا عند زياد أسامة. زياد، انما محمد نادي بخبرة يحط جسمه وياخد رمي التماس لشباب المعادي. يمكن اسلام بكير ينزل يلعبها براسه، لكن في التماس عبد الرحمن ممدوح عدى ولعب العرضية. علي أيمن، إنما عطية من قدامه يشتت لتماس. محمد أسامة لف حلو قوي وطلع زياد أسامة، إنما تيتو الكابيتانو يقطعها وتعدي. مصطفى أبو الخير حلوة قوي. محمد نادي عايز يشوط من هنا تقلش وتبقى ركلة مرمى. قلت لحضراتكم الأهلي عايز يلعب التمريرات القصيرة ويخترقوا بيها. شباب المعادي بيلعبوا الهجمة المرتدة والكرة الأمامية لعمرو بكير. يوسف خليل يحولها لتماس، رمي التماس. محمد نادي، بس ده اللي انا بقوله لحضراتكم، في ندية بين الفريقين. يا سلام يا يوسف يا جو حاطط واحدة لعطية بيقول له هات جون. اذا كان هنا يا جماعة في ميدو نبيل بيعمل تمريرات سحرية، ففي شباب المعادي في يوسف لعيب الله اكبر عليه. من المباراة الماضية امام انبي لفت الانظار اليه بشدة. بيلعب السهل الممتنع، بيعمل التمريرة وهو مغمض. علي ايمن، يا سلام يا يوسف على الكعب. اسلام بكير لاخوه عمرو بكير. طلع بعرور يا راجل عطية. بعرور انفرد. زياد ايهاب شتت. عطية يحطها خارج الملعب. سامعين حضراتكم الجماهير وتفاعلها مع هجمة شباب المعادي. يمكن أقرب هجمة كانت ممكن تترجم لهدف
انفراد بعرور ثم تسديدة عطية. حضراتكم شايفين قلنا في ندية. تعادل شباب المعادي مع انبي، ما جاش كده هباء، لا في كورتين كده في الملعب. حكم اللقاء هيوقف اللعب ولا ايه؟ طبعا في كورتين في الملعب، هو وقف بفاول يعني ضربة حرة لشباب المعادي، ضربة حرة. تيتو تيتو يلعب الأمامية. ميدو نبيل لجو براسه لعاطف. الله يا ميدو يا أسامة. الاستقبال وحطها لأحمد عماد اللي خد فاول. ضربة حرة. ميدو نبيل. ميدو لمصطفى أبو الخير. رأفت خليل. بجاد عادل لرأفت. رأفت. تيتو براسه. زياد أسامة يحط لأبو الخير. يوسف خليل. تسلل. ضربة حرة لشباب المعادي. تيتو تيتو ايوه يا عم. رأفت خليل. يوسف خليل عفوا. تقلش من تيتو. تماس لمصلحة الأهلي، لمصلحة شباب المعادي. محمد نادي. ايوه كده، روح يا ولد. حط لعبد الرحمن ممدوح، انما أسري يطلع يفض الاشتباك ويمسك كورته ويلعب ايد ورجل. تيتو. ضربة حرة لمصلحة مصطفى أبو الخير. حكم اللقاء بيرجعها من مكانها. معايا شو معايا شو ما يهربش منه. محمد نادي طلعها من قدام. محمد أسامة. زياد أسامة لميدو نبيل. ضربة حرة للأهلي. ميدو نبيل. يوسف اخش جوه. ميدو نبيل وحكم اللقاء بيوقف مازن ومحمد نادي على المسافة القانونية. دربكة. يا ولد يا ولد، يعني دربكة جوه منطقة جزاء شباب المعادي مرة واتنين، واستبسال من دفاع شباب المعادي. في الأخير تبقى رمي التماس. علي أيمن يقلبها براسه، إنما خارج الملعب تبقى ركلة مرمى. انت يا عم اللي ماسك طف، انت ماسك طف ليه؟ شغل الطف ده يا عم، شغل الطف. ركلة مرمى. تيتو. برافو مصطفى أبو الخير. بعرور. بعرور. زياد أسامة لمحمد أسامة. استقبال. إسلام بكير حط حلو أول. بعرور. بعرور جامدة على محمد نادي. في الأخير تبقى رمي التماس. رمي التماس للأهلي. زياد أسامة. وسامعين حضراتكم هتافات
جماهير شباب المعادي. مازن على الارض البعرور، بعرور وميدو نبيل. ميدو ياخد الكوره، ميدو ومازن. ميدو ودى لرأفت خليل اللي حطها حلوه قوي لعبد الرحمن ممدوح. رجعت رأفت العرضيه ناحيه محمد اسامه، وقف كورته 1 على 1. ميدو وتيتو. ميدو رجع لزياد، زياد عدى وعمل العرضيه. علي ايمن انما والله رأفت خليل لحقها ورجع لميدو نبيل لاحمد عماد. تسديده يا ولد يا اسري. لسه في الاخير ركله مرمى. شايفين حضراتكم تفاعل جماهير الفريقين. سلامات مصطفى ابو الخير ولا مين؟ مصطفى ابو الخير. سلامات. الهجمه اللي فاتت قمه الخطوره. لعيبه الاهلي بتنتهز علاج زميلهم، وطبعا بيشربوا الجو حر. 10 رجاله. ميدو محمد اسامه احد النجوم منتخب القاهره 2004، يمكن كان الكابيتانو اللي حصل على الذهبيه الموسم الماضي. هنرجع نستأنف اللقاء. ركلة المرمى تيتو، علي أيمن، يوسف خليل لرأفت خليل. ميدو نبيل لعبد الرحمن ممدوح. استقبال أكثر من رائع. علي أيمن يلعب ناحية محمد أسامة. يا ولد يا محمد يا ولد. وعملها يعني مش عايز أقول كرباق كده، عايز يحطها في الزاوية البعيدة الأسري، إنما تمر بجوار القائم الأيمن لأسري حارس مرمى المعادي. وحضراتكم سامعين المباراة بتقام في أجواء أكثر من رائعة. الأهلي بيلعب على بطولة، وشباب المعادي يكفيه فخرا إن هو عطل انبي الاسبوع اللي فات، ولو استطاع ان هو يعطل الاهلي النهارده يقول لك ده الفير بلاي. انا ما لعبتش لحساب فرقه على فرقه. زياد اسامه لمصطفى ابو الخير بيسراه. بعرور براسه وصلت اسلام بكير. اسلام يلعب في اتجاه اخوه عمرو بكير، انما زياد ايهاب يطلع ويمسك كورته ويبتدي ناحيه الشمال. تنتقل الكوره من الشمال لليمين. زياد اسامه لابو الخير. ميدو نبيل لاحمد عماد، انما ضربه حره لشباب المعادي لمصلحة مازن. تيتو. طبعا كل ما المباراة الوقت بيمضي الثقة بتبقى لشباب المعادي، وده اللي حصل الماتش اللي فات مع انبي. يمكن انبي جابت الجون بتاعها في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع الشوط الأول. محمد أسامة حطها حلوة قوي، إنما يا ولد وضربة حرة. عاطف أكتر واخد الكورة، وعبد الرحمن ممدوح من غير ما يقصد يعرقله حكم اللقاء يحسب ضربة حرة لشباب المعادي. وقوم حكم اللقاء عاطف. محمد نادي لعب الضربة الحرة، انما ابو الخير
علي ايمن، علي حط لزياد اسامه، لمحمد اسامه، ميدو ابو الخير، لميدو نبيل، لاحمد عماد اللي سابها لمحمد اسامه، محمد اسامه وعبد الرحمن ممدوح ياخد فاول على حدود منطقه الجزاء. ذكاء من عبد الرحمن ممدوح، يعني ضربه حره من مكان اكثر من رائع. واضح ان ميدو نبيل هو اللي ماسك الكوره. ميدو خبره، يعني ضربه حره بمثابه ضربه جزاء، طبعا مش بالظبط لكن يعني الكوره يعني على حدود كده 19 ياردة من بعد منطقه الجزاء. واقف علي ايمن وميدو نبيل، علي ايمن وميدو نبيل، ميدو هدف. قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لحضراتكم ضربة حرة بمثابة ضربة جزاء، ضربة حرة بمثابة ضربة جزاء. ميدو نبيل يحرز اول اهداف اللقاء. 1 الاهلي لا شيء شباب المعادي. اول ما الفاول جه قلت ان عبد الرحمن ممدوح خد فاول بذكاء. زياد اسامه، مصطفى ابو الخير، رأفت، عبد الرحمن ممدوح، انما تتقطع يرجع ياخدها تاني عبد الرحمن، ولكن حكم اللقاء يحسب ضربة حرة، ضربة حرة لشباب المعادي. تيتو تيتو تصل لزياد ايهاب، يمسك كورته ويلعب ايد ورجل. تيتو براسه، ميدو نبيل صاحب الهدف لاحمد عماد، زياد اسامه، تيتو يطلع ويحولها لرمي التماس. كنا بنلعب بكور كنا نطلع كده الكوره دخلت كده ما تعرفش ازاي. رمي التماس، زياد اسامه، زياد اسامه هيلعب لمين؟ قرب منه احمد عماد، احمد عماد لمحمد اسامه. ضربه حره برضو من مكان اكثر من رائع. لاعبي الاهلي بخبره بياخدوا ضربات حره حوالين منطقه الجزاء وبيستغلوا كفاءه ميدو نبيل في تنفيذها. طبعا هنا متطوحه شويه ناحيه اليمين ميدو نبيل، انما اسري يشتت وهتطلع تماس. زياد اسامه على تنفيذ التماس. زياد لعب لاحمد عماد، انما عمرو بكير يقطع، تصل لميدو نبيل. عطيه ابو الخير لزياد في التماس، التماس لمصلحه شباب المعادي. محمد نادي برافو قوي قوي، اسلام بكير غمزها براسه كده، انما ميدو نبيل لعلي ايمن، علي ايمن يفكر يسدد انما خارج الملعب تبقى ركلة مرمى. تيتو تيتو يلعب في اتجاه بعرور، بعرور ورأفت. علي ايمن
ياخد ضربة حرة. ضربة حرة. ميدو نبيل. ميدو نبيل. ميدو لعب لرأفت خليل. يوسف جو. يوسف ليوسف خليل. زياد أسامة هات وخد. لا مفيش خد. إنما إسلام بكير يطلعها من محمد أسامة. رمي التماس. تبقى رمي التماس النادي الأهلي. ميدو وأبو الخير. رأفت خليل ناحية الشمال. رجع لميدو نبيل. أبو الخير. زياد أسامة يلعب العرضية. برافو محمد خالد. تصل لميدو يهوش. محمد خالد يلعب في اتجاه عمرو بكير، انما يحضن عليها بجاد عادل وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رأفت خليل لعب لعبد الرحمن ممدوح اللي خبطها في عاطف وخد رمي التماس. ميدو نبيل. يوسف خليل. زياد أسامة. محمد أسامة، انما تيتو يحولها لتماس عشان تبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. عجبني كابتن محمود يوسف طبعا، وبيلاعب النادي الاهلي وهو نادي برضو مش صغير، بس هو بيلعب على قد امكانياته. يعني في ماتش زي دوت ما لعبش جيم مفتوح مع النادي الاهلي ولا النادي انبي. هو نجح في مباراة انبي في ادراك التعادل. هل النهارده يقدر يدرك التعادل؟ بس الاهلي ضاغط، واكيد كتر الضغط ده بيولد اخطاء. ادي العرضية. رأفت خليل. ميدو نبيل عملها حلوة قوي. الرأفت اللي سقطها جوه المنطقة. محمد خالد يشتت، هيسيبها رأفت. ده بجاد عادل يهوش كده وياخد تماس للنادي الاهلي. رأفت خليل. رأفت لعب لعبد الرحمن. الله يا ميدو على الاستقبال وعلى الغمزة دي بقى اللي نقول عليها الغمزة واللمزة. يعني هو استقبل كويس قوي وسقطها في الجون تطلع خارج المرمى. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يرفع الان اذان صلاة العصر. كابتن هيثم حكم اللقاء وقف اللعب لغاية الأذان. بص حضراتكم لو جبت صورة، ده مروان يا جماعة حارس مرمى الأهلي. هنقول النهاردة اللي هو البديل، هو ما اشتركش النهاردة. ومروان ده كان حارس مرمى منتخب القاهرة 2004 الموسم الماضي. يمكن مروان ما سافرش مع البعثة، لكن مروان ده ربنا يحميه شبابه يا رب. وانا الاذان بيدن دلوقتي، يا رب تكون ساعة اجابة. مروان ده راجل راجل راجل. بص مروان شكله رايح بالمية لزميله زياد ايهاب. طبعا النهاردة لسه بدري على الكلام دوت. حكم اللقاء هيستأنف اللقاء. تيتو برافو. بجاد مازن مهاري مازن، انما ابو الخير مش هيديلك فرصه يا مازن. محمد اسامه وعايز يلعب العكسيه
لعلي ايمن. رأفت خليل، رأفت لاحمد عماد، عماد تيتو برافو، بس هي وصلت لمحمد اسامه اللي قلبها ناحيه علي ايمن. يطلع علي ايمن ويلعبها خارج الملعب، تبقى ركله مرمى لشباب المعادي. تيتو تيتو ابو الخير لجو، جو مازن في شده، ضربه حره. هل يعملها لاعبو شباب المعادي زي ما عملها ميدو نبيل للاهلي؟ ميدو نبيل احرز هدف التقدم للاهلي من ضربه حره. طبعا الحكم هيوقف لعيبه الاهلي على المسافه القانونيه، الحائط البشري. محمد نادي، نادي وكل الناس بتقول يا رب. ميدو حطها، انما سهله في ايد زياد، وتيتو يعطل زياد ايهاب. حكم اللقاء يحسب ضربه حره للنادي الاهلي. زياد ايهاب، جو يرد، مازن يزقها، انما دفاع الاهلي يشتت. تيتو، يمكن مباراه خاصه ما بين تيتو وما بين محمد اسامه ميدو. تماس للنادي الاهلي. زياد اسامه، ولو جبت لحضراتكم فتحت الكادر، كابتن محمود يوسف بيقول للاعيبته اضغطوا من نص ملعب الاهلي. بصوا حضراتكم هتلاقوا كم لعيبه من شباب المعادي. عزيمه عزيمه. ابو الخير رجع ليوسف خليل، يوسف لابو الخير. ميدو، بس جامده يا ميدو هتشجع اللانسي على زياد اسامه، تبقى رمي التماس. محمد نادي، نادي حط المازن، مازن. احمد عماد لعبد الرحمن ممدوح، عبد الرحمن لعلي ايمن، ما يلحقهاش علي ايمن، تبقى رمي التماس من ناحيه اليمين. عطيه سابها لعاطف، عاطف تطلع تماس من غير ما تلمس حد. تغيير اول لشباب المعادي. جدو نازل وطالع، نازل اهلا مازي. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رأفت خليل، بجاد عادل ليوسف خليل. يوسف يلعب الاماميه في اتجاه عبد الرحمن ممدوح، انما تيتو ياخد فاول. ضربه حره لشباب المعادي. محمد نادي، نادي برافو يا ولد. مصطفى ابو الخير ويوسف جو يعمل فاول مع محمد اسامه ميدو. سلامات يا ميدو، بيتأوه ميدو ماسك ظهره. صراع حسم البطولة بين 3 فرق، اهلي وشرطة وانبي. اهلي 7 نقاط، فوزه النهارده يصل بيه للنقطة العاشرة.
الشرطة بتلاعب انبي، فوزها يصل بها للنقطة العاشرة. انبي 5 نقاط، فوزه يعني يخلي حظوظه موجودة ان 8 نقاط، ان لو الاهلي فاز وانبي فاز يبقى 10 و8. المباراة الأخيرة للأهلي أمام الشرطة، والمباراة الأخيرة لإنبي أمام وادي دجلة. بس على مسؤوليتي لو الأهلي كسب المباراة دي الأهلي هو بطل الدوري، على مسؤوليتي. ولكن ما اقدرش أقول إن الأهلي يكسب النهارده. طبعا نتيجة 1-0 فارق الهدف ده يمكن تعويضه. اي نعم الاهلي اكثر استحواذا وخطورة على المرمى، بس كرة القدم لا تحتسب نتائجها الا بالاهداف، مش بالاكثر استحواذا ولا باللي راح بفرص اخطر. تماس لشباب المعادي، محمد نادي، تماس مرة تانية لشباب المعادي، احمد عماد، اسلام بكير حط لاخوه، عبد الرحمن ممدوح، محمد خالد لسه ما طلعتش، هتطلع بره. حكم اللقاء يصفر بنهاية الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف ميدو نبيل من ضربة حرة. استودعكم الله على امل ان نلقاكم مع احداث الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.